قدمت استقالتك ومفيش شغل تاني، الفيديو ده ليك. اول حاجة لازم تتقبل كل المشاعر السلبية اللي هتسبب لك انزعاج رهيب بعد ما تسيب شغلك. ليه؟ لان انت هتحس طبيعي جدا في روتين انت كنت بتعمله كل يوم، كنت بتدي للشركة مجهود، كنت بتعمل حاجات كتير وحاسس ان انت ما تقدرتش، وده طبيعي جدا. بس انت لازم تتقبله عشان تعرف تبص للخطوة اللي جاية وتعرف تخطط لقدام. تاني حاجة، اسأل نفسك كم مرة أجلت كورس؟ كم مرة أجلت خطوة كانت ممكن تكون سبب إن أنت تبقى في مكان أحسن من اللي أنت فيه؟ ده الوقت المناسب عشان تاخد الخطوة دي. ده الوقت المناسب عشان ترجع تاني تinvest وتستثمر في نفسك، اللي هي أهم استثمار زي ما احنا دايما بنقول. تالت خطوة وهي إدارة المصروفات. اهم حاجه في الوقت دوت ان انت تدير مصروفاتك. انا دايما بقول ان انت وانت حتى في الشغل محتاج ان انت تدير مصروفاتك عشان يكون معاك زي باك اب او زي ميزانيه تقدر تصرف منها وتعيش سوي نفسيا وماديا وجسمانيا في الفتره اللي انت سايب فيها الشغل. وغالبا الفتره دي بتعدي علينا كلنا مره او اتنين في المسيره المهنيه. رقم 4، ده الوقت المناسب عشان تراجع السي في بتاعك وتحط ابديتس وتحط كل الحاجات اللي انت اكتسبتها في خلال شغلك وكنت ناسي ومفيش وقت ان انت تابديت السي في. ده الوقت المناسب لان السي في هو تذكرة دخولك لاي شركة. رقم 5 وهي دايرة علاقاتك، النتوركينج بتاعتك اللي انت خربتها وانت في الشغل من كتر ما انت مسحول ومن كتر ما انت مركز جدا في شغلك، فانت ناسي دايرة علاقاتك اللي هم اصلا السبب في 99% من فرص الشغل اللي بتجيلنا في حياتنا. رجع تاني دايرة علاقاتك، كلم الناس، عيد عليهم، سلم عليهم، عرفهم ان انت سبت الشغل وقول لهم ان انت بتدور على 1 2 3، وحافظ على علاقتك معاهم بصفة دايمة. رقم 6 وهي اهمهم، لازم تكون عارف ان انت دلوقتي بقى عندك شغل جديد. شغلك الجديد ان انت بتدور على شغل. انت في نفس الوقت اللي كنت بتشتغل فيه 8 ساعات انت بتشتغل نفس ال8 ساعات، بس ان انت تدور على شغل. تخش على لينكد ان، بتخش على الفيسبوك، على كل الجروبس بتاعت الناس اللي من نفس المستوى بتاعك الوظيفي، بتخش على وظف، بتخش على كل مواقع التوظيف، بتسريش على جوجل، بتدور في كل حاجة حتى التليجرام. ده الوقت المناسب اللي انت بتقلب الدنيا كلها عشان تجيب الفرصة المناسبة ليك. بالمناسبة انا عامل قناة تليجرام بينزل عليها فوق 150 وظيفة كل يوم، تقدر تخش عليها بالطريقة اللي انت شايفها قدامك دلوقتي على الشاشة ديت. انا بتاع شغل، عشان كده انت محتاج تسمع الكلمتين دول.